أهلا أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأحلى صديقات. أتمنى تكونوا بصحة وعافية يا رب. وحشتوني مرة كثير، يومين اللي ما نزلت فيديو صراحة الشي ناقصني، وأتمنى تكونوا بصحة وعافية يا رب. وكيف الاختبارات معكم؟ طمنوني عنكم، عن أولادكم، إن شاء الله بإذن الله ياخذون أعلى الدرجات. وأتوقع عندكم هذا الأسبوع خلاص تخلص الاختبارات في المناطق الثانية. إحنا عندنا بمكة خلاص قبل الحج خلص اختباراتنا، وانتم بإذن الله هذا الأسبوع راح تكون إجازة سعيدة على الجميع. ويا رب يا رب تجعل أيامنا حلوة وسعيدة، وتكتب لنا التوفيق في كل خطوة من حياتنا. وطبعا رجعت لكم فيديو جديد وحماس جديد، وفيديو من قلب بيتي بإذن الله. راح يكون ممتع. وجهزوا قهوتكم، يلا تعالوا نبدأ. طبعا أول كان يوم الخميس، بدأت شربت قهوتي شوي، روقت قبل ما أبدأ. طبعا المسؤوليات والضغط والبيت كده أحس نفسي لما أصحى من النوم أحس نفسي كده ضايعة، فلازم كده أروق شوي مخي وأبدأ. طبعا أنا لما إذا جيت أكتب مسؤوليات البيت وزي كده، شغل البيت وكل شيء يعني أكتبه في الملاحظات، يعني أدونه، أحس إنه يتسهل علي. حتى أكتب عندها كده صح صح، أحس إنه أأدي المهام بسهولة، وكمان ما أنساها. يعني من الليل أحيانا أو قبل النوم أسوي زي كده. أنتم زيي اكتبوا تحت تسوون زي كده ولا لا؟ سهلت لكم من جد حياتكم؟ يعني سهلت لكم يومكم؟ عشان أحس العقل كده يتفرغ. إذا حطيتها كتبتها في الملاحظات أحس العقل يتفرغ من إنه جالسين كده تتذكرين إيش بتسوي ولا لسه. حتى هنا الطبخة جمعت أحيانا الخضار أكتب عشان إيش أقطعهم بأطبخ. وأحطهم في صراحة هنا. أحس إنه مرة تساعد وقطعت ربة الدجاج البيت، وغسلهم عشان بالليمون والملح. ما تحس بمسؤوليات وضغط وكل شيء. أكتب يعني كل شيء إيش بسوي، حتى أحيانا أنزل في لوجبته، يعني كله أكتبه في الملاحظات، أحسها مرة تساعدني. وطبعا أول ما بدأت رتبت البيت، بعد ما شربت قهوتي رتبت البيت وكل يعني الصالة بس كانت يعني محتاسة كده شوية، شايفين كيف رتبتها وخليت بالبخار. هذه صراحة مرة مساعدتني، والمطهر بس ما استخدم شيء تاني. وقبل أكنسها وأرتبها وخلاص كده تصير الصلاة مرة حلوة وجاهزة، جاهزة يعني تكون مرتبة وما تاخد وقت أبدا. وعلى طول بعد كده دخلت المطبخ، شفت شوية مواعين، طلعتها من الغسالة عشان تصير فاضية وأبدأ أطبخ يعني أطبخ طبختي. فكان اليوم بما إنه يوم الخميس قلت يلا أسوي طبخة سهلة وما تحتاج تكشينة ولا شيء. أنا هذه الصينية صراحة إحنا كلنا في البيت تقريبا نحبها، نسوي بس معها رز أبيض ولا خبز وخلاص، أو أحيانا خبز لوحده وأحيانا رز أبيض. آه، ترى هي لو يعني نقعتوها في الخلطة من قبل تكون أحلى، بس أنا ما كان عندي وقت، كنت قاعدة فوق أرتب. فعلى طول حطيت الخضار، قطعتها، حطيت فلفل بابريكا، فلفل أخضر وبطاطس، وقطعت الدجاج زي ما هو كامل. حطيت طبعا طبقة البصل هذه تحت الدجاج عشان تعطي كده لذة للدجاج. سويت الصوص عادي، حطيت البهارات، ملح وفلفل أسود وبابريكا وثوم بودرة وكمون وشوية موية، يعني تقريبا ربع كوب، وكركم. وخلطتهم مع بعض وحطيت فيها أول شي الخضار. بعد كده طلعت الخضار حطيت فيها الدجاج كده تقريبا نقعته 10 دقايق، وطلعت على الصينية وكده شغلت على الصينية من فوق عشان تتحمر. وخليت يطبخ من تحت تقريبا ساعة أو ساعة إلا ربع، وخلاص كده صارت الغدا جاهز وبالعافية علينا. اكتبوا لي تحت انتم مش تسوون يوم الخميس، تحبون يعني تطلبون. بعضهم يحبوا ما يطبخ ابدا يوم الخميس، يكون يوم راحة فياخذوا شيء جاهز، وبعضهم ياكلوا اي شيء خفيف. وبعضهم كده احيانا انا اسوي زي كده، واحيانا اسوي اي صينية يعني تكون سهلة. بس نادر كده يعني اطبخ طبخة يعني فيها تكشين وزي كده. يعني احس يوم الخميس كمان يوم راحة للامهات برضو، ويكون مختلف. أحيانا أسوي كده باستا سريعة، الأغلب أنا باستا صراحة سريعة. وبعد كده دخلت المعمل. صراحة أنا أحس ما شاء الله، يعني أحس إنه بطاقة إيجابية، طاقة إيجابية لما أسوي كريماتي بنفسي. وأسوي صراحة يعني
أنا ما تعجبني الكريمات اللي أشتريها كلها تكون يا فيها عطور يا خفيفة يا ما تعالج يعني مشاكل كثير في البشرة. فأنا أصنعها بكون يعني أصنعها بحرص وبإتقان ويعني بشتري مواد أجود يعني شيء في السوق أشتريها كلها من الصفر. اكتبوا لي تحت تبغون يعني أسوي معاكم يعني خلطات حقيقية يعني من الصفر، أو تبغون أسوي معاكم يعني خلطات جاهزة. لأن أنا أحب صراحة من الصفر أبدأ يعني من الصفر، فتحتاجون مواد كذا خام عشان تسوون كريماتكم، مخشرات، صابونيات، سوريوم، كل شيء يعني كله. أنا صراحة عندي مرة خبرة في المجال هذا، أحب هذا المجال مرة. تلاقون يعني متعتي هنا في المعمل. واكتبوا لي تحت أسوي لكم كده مثلا يوم يكون يعني أنزل لكم تبغوا فيديو لوحده يعني للي تطلبون لي مني، أو مثلا تطلبون مني كريم للبشرات، مثلا يرطب عمق، تبغون زبدة للجسم، تبغون كريم للوجه، صابونية، أي شيء اكتبوا لي تحت أنا يعني أسويه. أنا يعني أختار المنتج اللي أسويه، ولا أنتم تكتبوا لي تحت إيش تبغون، ممكن أنا أختار منكم من التعليقات وأسويه. بس شاركوا لي تحت اكتبوا لي، وتبغون من ضمن مثلا أنزل لوحده فيديو كامل لحاله من البداية للنهاية، يعني ما في مع يوميات ولا شيء، ولا تبغون من ضمن يومياتي زي هذا دحين الفيديو هذا. اكتبوا لي تحت. صراحة هذا الكريم زبدة الجسم تجنن تجنن ترطب بعمق. بس إذا وصلت لنهاية الفيديو أتمنى تحطوني لايك وكومنت واشتراك. واستودعتكم الله، مع السلامة.